السلام عليكم أحبابي في قناتي تحديات الحياة. النهاردة روتين قوي تحفيزي، تنظيف التلاجة تنظيف عميق وبخلطة سحرية جميلة. لو انت تلاجتك زي تلاجتي يلا نشجع بعضنا ونلحق قبل الشتاء ودخول الشتاء ننظف التلاجة تنظيفها عميقة. أول حاجة بجيب بولة شوية مية شوية من صابون المواعين ولهلوبة، معلقة صغيرة كلوريكس ألوان غطا صغير، الكلور برضو غطا صغير. مش هيأثر الكلور نهائيا على التلاجة ومش هيضرها، أنا مجربة ذلك لأن احنا بناخد الريمة فقط، بنستفاد من نظافته وتعقيمه للثلاجة ومش بيضرها في شيء. أنا دلوقتي هفضي محتويات التلاجة معاكم، وطبعا كاميرا خير دليل على التلاجة والمأساة اللي موجودة في التلاجة. هننضفها دلوقتي مع بعضينا وهنرجعها أحسن من الأول. أنا تلاجتي نوعها شارب 16 قدم، ممتازة يا بنات. ولو عايزين ريفيو عنها قولولي وانا اعمل لكم الريفيو. ولو عروسة جديدة ولا ومحتاجة نوع كويس من التلاجات يعني انصحك بشارب، ممتازة يا بنات. زي ما انتوا شايفين احنا بفرغها. طبعا انا في المعتاد ان انا بمسحها مسحة كده خفيفة بشوية خل في بخاخ، اللي هو كل فترة. اما احنا دلوقتي هننضفها تنظيف عميق، فهنخلع الارفف من مكانها والحافظة من مكانها. طبعا انا هنا هخلعها مع نفسي لاني كنت ماسكة التليفون ومش عارفة اخلعها. الادراج وكده، وهنغسلها على الحوض الارفف غسلة يعني من الاخر كده، وهننضف التلاجة تنظيفة عميقة. يلا ان كنتم وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشير الفيديو ولايك منك يرفع الفيديو في المقترحات، فضلا وليس امرا. زي ما انتوا شايفين انا خدت اللي هي ارفف التلاجة والحاجات اللي هي محطوطة في الباب دي، اغسلها هنا على الحوض غسلة كويسة. زي ما انتوا شايفين صابون مواعين عادي، انا هستخدم الخلطة يا بنات في الثلاجة فقط، في الاطار بتاع التلاجة او الجسم او البادي بتاع التلاجة. هنا طبعا مية وكده، وطبعا التلاجة مش هنقدر نكب فيها مية وكده، ف صابون مواعين عادي بغسلهم بيه وبينضفوا بيبقوا روعة زي ما انتوا شايفين. يلا صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنغسلها غسلة يعني ايه ممتازة كده. من الأساسيات عندي اللي بتخلي دايما مطبخي نظيف ان انا تلاجتي على طول تكون منظمة وتكون نظيفة، بيسهل عليا كتير، بحس ان مطبخي على طول نظيف. فدي من الأساسيات عندي. طبعا هو احنا كل فترة بنعملها ببخاخ في خل وبنمسحها بفوطة، بس لو وصل حالتها زي حالة تلاجتي يبقى لازم التنظيفة دياتي نخلع الأرفف وكده وعلى الحوض وإيه والخلطة السحرية دي ونخليها ممتازة. وعايزين يا بنات نتكلم مع بعضنا عن بمناسبة دخول المدارس، نتكلم عن تنظيم الوقت وأهمية تنظيم الوقت. للوقت أهمية طبعا كبيرة جدا معاكي انت كأم ومع أولادك. أهم حاجة ان احنا ننظم وقتنا، نتعاون مع بعض. هنلاقي ان احنا أنجزنا كتير ونظمنا وقتنا وطلعنا من يومنا بفايدة. أهم حاجة اننا طبعا نكون روح واحدة، نتعاون. الأولاد يكونوا منظمين قدر المستطاع. الكبار عندك لو هما في مراحل مختلفة، الكبار يعتمدوا على نفسهم شوية ويتحملوا المسؤولية في تنظيم وقتهم، في تحضير شنطهم، في ان هما يعتمدوا على نفسهم شوية في المذاكرة. طب لو انا معايا اطفال في كيجي او اولى او تانية ابتدائي او تالتة حتى ابتدائي، محتاجين ان احنا نقف جنبهم، ان احنا نذاكر لهم نسمع لهم، يعني محتاجين باهتمام شوية عن الكبار. فانا كأم سواء كنت عاملة او ربة منزل عليا عبء. يعني انا كنت جاء عليا وقت كنت سيدة عاملة،
امرأة عاملة، وحاليا انا ربة منزل. والله الاتنين دورهم ما يقل أهمية عن يعني واحدة عن الأخرى. هي الحكاية محتاجة تنظيم وقت. سواء كنت ربة بيت أو عاملة، أهم حاجة نظمت وقتي. كل حاجة بالنسبة لي كانت سهلة. يعني أنا لو ربة بيت واخدت اليوم كله نوم وما نظمتش وقتي، وصحت متأخرة وما أنجزت شغل البيت قبل ما الأطفال يجوا من المدرسة أو الأولاد يجوا من المدرسة، اول ما يجوا من المدرسه هحس ان في ربكه حواليا، عايزه اجهز الاكل وعايزه انزل اللي عليه الدرس، واللي عايز يراجع، واللي يا ماما مش عارفه ايه يا ماما ايه. لا، الدنيا مفيش خالص. فاهم حاجه بالنسبه ليا كربة منزل ان انا ارتب وقتي، ان انا اصحى بدري. يعني مثلا لو انا كنت متعوده ان انا اصحى 11، اخليها معلش 9. لو كنت متعوده ان انا اصحى 10، معلش اخليها 8. لان مع دخول المدارس خلاص المسؤوليات كترت علينا. فانا مثلا كنت متعودة بصحى الساعة 10، مثلا اصحى الساعة 8. الوقت اللي هم الاولاد كلهم مش موجودين في البيت، ان كان في مواعين اشطب الحوض، انظم الشقة، اجهز الاكل اللي انا اعمله، بحيث اني لما اولادي يجوا يتغدوا، وبعد كده اللي عايز ينزل الدرس واللي عايز يراجع واللي عايز ايه. ننظم الوقت شوية. طب انا كسيدة عاملة انا كنت بعمل ايه عن نفسي؟ انا كنت بالليل قبل ما انام كنت اروج المطبخ، اشطب اي مواعين على الحوض، انظم اي حاجة بقدر المستطاع. وايه، اجي باجي من الشغل، اكون مثلا محضرة الاساسيات بتاعت اليوم اللي انا هعمله. مثلا انا هعمل غدا كذا، فاكون مثلا محضرة اللي هي الحاجات اللي مش هتتلف معايا من الليل، مثلا مقطعة خضار، منظمة اي حاجة. وطبعا التفريزات دي يا بنات بتساعد جدا جدا. مثلا لو انا عندي حاجة في الفريزر قبل ما اروح انزل الشغل، بطلعها اخليها تفك، بتيجي سهلة عليا. فانا بعمل ايه؟ بعمل الغداء اول ما اجي من شغلي، استريح شوية. يعني طبعا انت لو ما استريحتيش وما خدتيش قسط من الراحة، مش هتعرفي تدي، مخك هتحسيه واقف. استريح شوية. بعد كده بشوف هو اكتر وقت بيبقى مشغول اللي هو الوقت ما بين الظهرية مثلا لحد اذان المغرب، هو اللي بيكون غدا، نزول دروس. بعد المغرب كده الدنيا بتبتدي تهدى شوية معانا، هو ده بقى وقت المذاكرة، وقت متابعة الواجبات. وطبعا احنا كأمهات ربنا يكون في عوننا صراحة، سواء ربة منزل او عاملة. بس يا بنات من اساس خبرتي، اهم حاجة هي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت والصحيان بدري هيساعدنا كتير خالص في ان احنا ننجز المهام بتاعتنا. وما لو عاملة، تعالي معلش على روحك في الليل، واي نظمي المطبخ قبل ما تنامي، اغسلي اي اطباق او اي حاجة على الحوض، هيساعدك جدا جدا. وتوكل على الله، وتبرئي من حولك وقوتك، والجئي الى حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هتحسي اني يعني ايه، حالك كويس. طبعا احنا يا بنات شفنا التلاجة، شفتوا المنظر، شفتوا الجمال ده سبب ايه؟ الخلطة السرية اللي احنا عاملينها مع بعضنا. هنا طبعا بقول لكم الباب من بره يا بنات، انا باخد ايه؟ الريم بس، ما باخدش اي مية، هو الريم بس في الاسبونشة. وبعمل اللي هو المقبض بتاع الباب اللي بنمسك منه، ما بيجيش عند اللوحة اللي هي اللي بنتحكم منها وبننظم التلاجة يعني. وبغسل المقبض كويس، لان طبعا المكان ده اكتر مكان احنا بنلمسه. وبعد كده بجيت البادي بتاع التلاجة او باب التلاجة بعمله بملمع زجاج، بيفرق جدا 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 يا بنات في نظافته، وبيكون كويس خالص. طبعا هنا الادراج بتاعت التلاجة انا غسلتها. طبعا هنا بوريكم طريقة حفظي للخضار يا بنات، تجربة. يعني هو مش بالمنظر ولا بالشكليات ان انا اجيب بوكسات في التلاجة وارص الفلفل ومش عارفه ايه. انا ليا اللي يعيش معايا، والخضار ما يتبلش مني.
انا جربت طرق كتيرة، اكتر طريقة نفعت معايا يا بنات هي الطريقة دي لحفظ الخضار. والله قسما بالله يا بنات، الجرجير ده ليه 15 يوم معايا في التلاجة، شايفين طازة ازاي؟ هي كلها اكياس، اي اكياس عادية طبعا. وادي الخضرة برضو ليها 15 يوم معايا في التلاجة، ممتازة يا بنات. وبكده الفيديو بتاعنا انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله.